الكاتب العمومي. يذكر فريد بوناذر تاريخ 17 من غشت من العام 97 900 وألف. كان نقطة تحول كبرى في حياته. كان فريد الذي يبلغ من العمر 30 عاما مفتشا للشرطة يعمل ضمن فرقة محاربة العصابات، وكان يحذوه أمل كبير في أن يرتقي الدرجات والرتب ويصبح من الأطر العليا للأمن الوطني. كان الشاب الطموح قد وضع خطة لتحقيق حلمه الكبير ذاك. كان قدوته أستاذ في المعهد الملكي للشرطة، رجل مستقيم بدأ حياته المهنية حارسا للأمن، وتمكن بفضل جده ومثابرته من أن يطور مداركه ومؤهلاته وارتقى الدرجات والرتب. في السنوات التي أمضاها في الخدمة من فك فريد يتألق ويثير اهتمام رؤسائه. كان يحسن تدبير الملفات التي توكل إليه، وقد تنبه رئيسه إلى ما لديه من كفاءات، فسعى ليجعل منه ضابطا للشرطة القضائية عن طريق تفويض من وزيري الداخلية والعدل، ذلك أنه لم يكن قد أتم بعد سنوات الخدمة التي تتيح له اجتياز مباراة الضباط. وكان الوحيد في مدينة بوزنيقة الذي تم تعيينه على رأس فرقة محاربة العصابات، وهي مهام تناط عادة بالعمداء أو الضباط. في 17 من غشت من العام 97 900 وألف، بينما كان في مهمة تعرض لحادثة سير تسببت له في بتر ساقه اليمنى، وقد أدى ذلك إلى إحالته على التقاعد. تصوروا شابا بالقوة البدنية التي كانت لفريد بوناذر يصطدم بين عشية وضحاها بواقع جديد، بواقعه كرجل فقد إحدى ساقيه. كان وقع الحادثة شديدا على نفسه، ولكنه بما كان يتميز به من قوة عزيمة وطموح أصر على تخطي الإعاقة ومواصلة المسير نحو المستقبل. أمضى فترة من الترويض أتاحت له استعمال ساق اصطناعية، وما أن نهض واستوى واقفا حتى بادر إلى متابعة ملف الحادثة في دهاليز المحاكم. وكل محاميا، ولكنه كان حريصا على المساهمة في صياغة المقالات والمذكرات، وقد أتاح له تعاونه ذاك مع المحامي إجبار شركة التأمين على صرف تعويض مهم، وكانت تحاول أن تجعل ما سيخصص له من تعويض عن فقدانه ساقه لا يقيم وزنا لما أمضاه من سنوات في الشرطة ولا لما كان يعلقه من آمال على التدرج والارتقاء. كان مبلغ التعويض الذي حصل عليه فريد بوناذر مبلغا محترما، وكان صديقه المحامي قد نصحه بالالتحاق بكلية الحقوق واستئناف الدراسة، وأن يضع هدفا له مهنة المحاماة، فقد كان أبدى قابلية لممارسة تلك المهنة. ومع اقتناعه بأن استئناف الدراسة سبيله إلى تطوير قدراته والتغلب على الإعاقة، فقد كان بحاجة إلى مورد للعيش، ولذلك اشترى محلا في الشارع الرئيس لبوزنيقة في موقع مهم، وقرر أن يتخذه مكتبا له. جهزه بكل المعدات من مكاتب وحواسيب، وقرر أن يمارس مهنة كاتب عمومي ومستشار في مختلف القضايا الإدارية. وسرعان ما اشتهر بإتقانه كتابة المقالات ونجاعة أسلوبه في معالجة القضايا التي يعرضها عليه الزبناء، بل إن كثيرا ممن يحترفون مهنة الكاتب العمومي كانوا يقصدونه لمساعدتهم على تدبير بعض القضايا التي يرونها مستعصية. وفضلا عن مؤهلاته وخبرته التي حصل عليها خلال السنوات التي أمضاها مفتشا للشرطة، كان فريد بوناذر شابا طيب الأخلاق لا يتملكه الطمع ويتحاشى استغلال لحظات ضعف الآخرين. ذات صباح جاءت إلى مكتبه امرأة شابة كانت في 30، لم تكن ذات جمال، وما أن جلست إلى مكتبه وسألها عن غرضها حتى أجهشت بالبكاء. هدأها ثم انطلقت تعرض عليه معاناتها مع زوجها الذي لم يكن سوى ابن عمها. قالت إنها تريد أن ترفع شكوى ضده إلى وكيل الملك. حكت المرأة واسمها رقية الخباز أن زوجها عبد السلام الخباز يذيقها شتى أنواع التنكيل والعنف، لأنه يريد أن يستولي على أملاك لها ورثتها عن والديها.
قالت إن في جملة ما آل إليها من إرث قطعة أرضية تقع في مدخل مدينة برشيد وتبلغ مساحتها 10 هكتارات. قالت رقية إن السلطات اتخذت تلك القطعة الأرضية مزبلة لسنوات طويلة قبل أن تقرر إخلاءها بسبب ما ينبعث منها من روائح، وسرعان ما توسع المدار الحضري ليشمل تلك الأرض التي صارت قيمتها ملايير السنتيمات. وقد أسال ذلك لعاب زوجها الذي سعى إلى إرغامها على منحه وكالة عامة مفوضة تمكنه من التصرف في كل أملاكها. قالت إنه لما رفضت صار يعاملها بقساوة، بل إنه لم يكن يتردد في إهانتها، وكثيرا ما حاول أن يدخل معه إلى البيت الذي يسكنانه، وهو بالمناسبة بيتها الواحدة من بائعات الهوى اللواتي كان يصاحبهن. قالت إنها طالبته بتطليقها ولكنه امتنع، واشترط عليها أن تتنازل له عن نصف أملاكها. كان الكاتب العمومي يصغي باهتمام إلى كل ما تقوله المرأة، كان يصغي بأذن مفتش الشرطة الذي كان، وقد علمته التجارب كيف يميز بين من ينطق صدقا ومن يتقمص دور الضحية. بدا له أن المرأة تنطق بعفوية، ورجح أن تكون صادقة. قالت رقية الخباز إنها لما لجأت إلى أحد نواب وكيل الملك طالبها بتقديم الحجة على ما تدعيه وإقامة الدليل على تعاطي زوجها للخيانة الزوجية. سجل فريد أقوال المرأة، وقد ركز على ما جاء على لسانها في شأن خيانة زوجها. كان يرى أن إثبات ما تدعيه رقية وحده الكفيل بتخليصها من ذلك الزوج غير الصالح. وعندما فرغ من تحرير شكايتها رافق المرأة إلى مكتب نائب وكيل الملك، وكان يعرفه منذ أن كان مفتشا للشرطة. استقبله وعلى الفور حرر بخط يده التعليمات الموجهة إلى الشرطة للقيام بالبحث والتحريات التي من شأنها أن تفضي إلى مفاجأة الزوج في حالة تلبس. ووافق نائب وكيل الملك على أن ينقل فريد تلك التعليمات المكتوبة. كان الغرض هو التعجيل بالأمر والإبقاء عليه سرا حتى لا يفطن عبد السلام الخباز. في المفوضية استمع الضابط ياسين البستاني إلى أقوال رقية الخباز وتم تدوين شكايتها. لم يبقى الآن سوى مراقبة عبد السلام الخباز الذي كان منغمسا في علاقاته مع بائعات الهوى. بعد يومين شوهد وهو على متن سيارته رفقة امرأة. كان مفتشان مكلفان بمراقبته، وكان يتنقلان على متن سيارة مموهة. كانت وجهته غابة في أطراف المدينة. دخل الغابة وبين الأشجار ركن سيارته. كان المفتشان يراقبانه، ولما أيقن أنه دخل في علاقة حميمية مع تلك التي برفقته فاجآهما. كان متلبسا بالخيانة الزوجية. اقتيد إلى مفوضية الشرطة. كان الضابط ياسين البستاني في انتظارهما. اعترف بالمنسوب إليهما وتم استدعاء رقية الخباز. تم تسجيل شكايتها وأنجز المحضر، وتم تقديم الجميع إلى وكيل الملك الذي قرر وضع عبد السلام الخباز وتلك التي ضبطت معه رهن الاعتقال الاحتياطي في انتظار مثولهما أمام المحكمة. بعد 8 أيام أمضاها عبد السلام رهن الاعتقال تم تقديمه إلى المحكمة. وهو في السجن علم من بعضهم هناك أن خير وسيلة للإفلات من السجن لمدة 1 إلى 2 أن يقبل بتطليق رقية لقاء تنازلها عن الدعوة، وكذلك كان. فاجأت رقية السرعة التي تمت بها الأمور، وجاءت إلى فريد بوناظر الكاتب العمومي تشكره وتطلب منه أن يحدد قيمة أتعابه. ابتسم في وجهها وقال لها إنه يطلب موعدا بعد أن تنقضي عدتها. فهمت المرأة الرسالة، ابتسمت في خجل، وبعد 3 أشهر كان فريد يطرق باب منزلها خاطبا. اللقيط. في صيف العام 11 و2000 في غشت كانت الشواطئ الممتدة من الرباط وحتى بوزنيقة تعرف اكتظاظا، فقد دفع الحر بالمصطافين إلى مجاورة البحر. غابات الحزام الأخضر نفسها انتشرت بها خيام المصطافين.
كان أغلبهم من الشباب الذين يمضون الليل في الغناء والمرح. صباح 15 من غشت قبيل الفجر استيقظ أحد الشبان في واحدة من تلك الخيام المنتشرة في الحزام الأخضر. كان يريد قضاء الحاجة، وما أن ابتعد عن الخيمة وتوارى بين الأشجار حتى أحس وكأن قدمه وطئت جثة. حسب في الوهلة الأولى أن قدمه اصطدمت بجثة كلب أو خروف، ولكنه حين دقق النظر اكتشف أن الأمر يتعلق بجثة امرأة شابة كانت شبه عارية. أسرع الشاب عائدا إلى الخيمة وأيقظ رفاقه، وسرعان ما تم إبلاغ الشرطة. بعد ربع ساعة حضر العميد المعطي أبو الوقار المكلف بمصلحة المداومة في مفوضية تمارا. كان خبر اكتشاف الجثة قد سرى بين الخيام، ولذلك قام العميد بعزل مسرح الجريمة، كما أنه منع من مغادرة المنطقة كل الذين رأى ضرورة لاستجوابهم. لم تكن مع الجثة أي وثيقة تثبت هويتها. حضر الطبيب الشرعي، وبعد معاينة أولية أفتى بضرورة نقل الجثة إلى المستودع البلدي للأموات لفحص أكثر دقة. تم إبلاغ النيابة العامة ونقلت الجثة إلى المشرحة، بينما بقي العميد أبو الوقار وفريقه في مسرح الجريمة. كان يتعين البحث على مساحة 1000 متر مربع عن كل ما قد يمكن من التعجيل بحل لغز الجريمة. التربة الرطبة وتحرك المصطافين من الأشياء التي غيرت ملامح مسرح الجريمة. ولما لم تثمر عملية المسح الأولية، أوكل أمر التحقيق في هذه الجريمة إلى العميد الممتاز محمد الشواشي، الذي أمر بإحضار غربال للرمال، كذلك الذي يستعمل في أوراش البناء، وبأن يقوم مساعدوه بغربلة الأتربة على عمق 10 سنتيمترات بحثا عما قد يكون دليلا يقود إلى القاتل. بعد 3 ساعات من العمل تم اكتشاف عازل طبي بدا أنه استعمل منذ وقت ليس بالطويل، كما مكنت عملية غربلة الأتربة من اكتشاف بطاقة هاتفية. في المشرحة استنتج الطبيب الشرعي أن المرأة قتلت خنقا بعد أن اغتصبت. لم يكن استجواب نزلاء الخيمات المنتشرة في الحزام الأخضر قد أثمر ما يفيد التحقيق، كما أن فحص البطاقة الهاتفية لم يأتي بجديد. بعث بالعازل الطبي إلى المختبر، وأثبتت النتيجة أن من استعمل ذاك العازل هو الشخص نفسه الذي اغتصب المرأة والذي قد يكون قتلها. بعد أسبوع، وبينما لم يحقق البحث تقدما يذكر غير بعيد عن المكان الذي عثر فيه على جثة المرأة، اكتشفت جثة امرأة ثانية كانت كما الأولى شبه عارية، وكما الأولى قتلت خنقا بعد أن تعرضت للاغتصاب فيما يبدو. أبان التشخيص القضائي أن الجثة الأخيرة لامرأة لها سوابق، إذ تم اعتقالها ومتابعتها أكثر من مرة بتهمة التعاطي للدعارة، وقد أتاح ذلك للباحثين توجيه اهتمامهم إلى أوساط تلك النساء اللواتي تصطدن زبائنهن على الشاطئ. كن كثيرا ما تصاحبنهم إلى الغابة المجاورة، حيث الأشجار الكثيفة في بعض المواقع توفر تخفيا شبه كامل عن الأنظار. وقد أكدت بعض من تلك النساء أنهن تعرفن القتيلة، كما تعرفن إلى صاحبة الجثة التي اكتشفت أسبوعا من قبل. رأى العميد محمد الشواشي ضرورة نصب فخ للقاتل المفترض، الذي رجح أن يكون واحدا من أولئك الذين يأتون إلى الشاطئ بحثا عن امرأة من بائعات الهوى. وقد بدا للعميد أن يكلف إحدى المفتشات بتقمص دور المومس، ووقع اختياره على مفتشة تخرجت حديثا من المعهد الملكي للشرطة. كان اختياره قائما على أن تلك المفتشة الشابة غير معروفة لدى العموم، ولأن تميزها في رياضة المصارعة والجيدو يجعلها قادرة على مواجهة كل طارئ. لما عرض الأمر على المفتشة الشابة أبدت نوعا من التردد، ولكن العميد تمكن من إقناعها بأن ما ستقوم به قد يساهم في إنقاذ أرواح نساء أخريات ربما يستهدفهن سفاح الشاطئ. أضاف العميد أنها ستكون محاطة عن قرب ب4 من أكثر الرجال كفاءة، وأنها ستكون على اتصال به وبالرجال ال4 باستمرار.
بوشر تنفيذ الخطة. كانت المفتشة الشابة تقف كل مساء على الطريق الشاطئي تقلد بائعات الهوى، ومن حين لآخر كان يتوقف عندها واحد من أولئك المفتشين المشاركين في الخطة متقمصا دور الزبون يحملها على سيارته ويقصد الغابة، وقد جعلت تلك التحركات من كن حولها تقتنعن بأنها واحدة منهن. مرت 3 أيام دون أن يقع السفاح في الفخ، وفي اليوم الرابع بينما كانت المفتشة على الرصيف جاءها أحد زملائها المشاركين في الخطة. هذه المرة ذهب مشيا على الأقدام، وما أن دخل الغابة حتى استشعر أن أحدا ما يتبعهما. واصل تقدمهما في عمق الغابة، ثم انزويا بمكان به أشجار كثيفة، وما أن انحنيا حتى باغتهما رجل قوي البنية كث اللحية، كان حليق الرأس ويرتدي لباسا رياضيا، كان بيده حبل وقضيب حديدي. أمر الرجل بالانسحاب إن هو أراد أن ينجو بعمره وأن يتركه مع المرأة. قال له إنه سيشنقه إن لم يمتثل. تظاهر المفتش بالخوف وبالتوسل إليه بأن يخلي سبيله وسبيل خطيبته. رد قائلا إنها عاهرة لا تستحق الرحمة. نهره وقال له أن يذهب ويتركه معها إن أراد البقاء على قيد الحياة. واصل المفتش يمثل دور الرجل الذي أصابه الرعب. خطى بضع خطوات، كان صاحب اللحية حليق الرأس ينظر إليه، وفجأة بسرعة وبقوة انقلب المفتش، وفي لمح البصر أسقطه أرضا وشل حركته. نهضت المفتشة وصفدته بسرعة. تم الاتصال بالرجال الذين كانوا يتخذون مواقع لهم في مدخل الغابة. نقل الرجل ذو اللحية الكثة إلى المفوضية، وجيء به أمام العميد الشواشي بعد أن أخذت بصماته. كانت على مكتب العميد لحظة أدخل عليه جثاذية بها صورته. اسمه قدور بن عبد الوافي، من مواليد الرباط في 5 فبراير من العام 92 و1000، من أبوين مجهولين، ويسكن في طريق سيدي يحيى بتمارة. فاجأت العميد السرعة التي اعترف بها بأنه من قتل المرأتين. لاحقا أثبتت التحاليل المخبرية لعينة من دمه أن ما اكتشف من سائل في العازل الطبي وعلى الجثتين يعود إليه. ادعى أنه قتل المرأتين المومستين انتقاما من أمه التي لم يعرفها، والتي قال إنها تتحمل المسؤولية كاملة في كونه لقيط، وأن وضعه ذاك يحول بينه وبين تحقيق الكثير مما يحلم به. كانت تلك تبريراته. أنهى العميد المسطرة، وتم تقديم حليق الرأس ذي اللحية الكثة أمام وكيل الملك تمهيدا لمتابعته بتهمة قتل امرأتين مع سبق الإصرار والترصد. بائع العطور. أواخر القرن الماضي شهدت المدن الكبرى انتعاشا كبيرا في تجارة العطور، وتجلى ذلك في افتتاح محلات كثيرة. البعض منها كان يمثل ماركات عالمية معروفة، بينما تخصصت محلات في بيع العطور الشرقية واتخذت لها أسماء من أسماء البقاع المقدسة. في العام 99 900 و1000 كان ماهر المخنتر في 30، وقد تخصص في تحضير أنواع من العطر الراقية. كان زبناؤه أغلبهم من النساء، وكانت عطورات ماهر من بين الأغلى ثمنا في سوق العطور. ومع ذلك فإن محله في حي أجدال بالرباط لم يكن يخلو من زبونات ومن أعمار مختلفة. كان ماهر المخنتر عازبا، وكان شابا وسيما ودائم الأناقة، ولذلك فإنه كان لا يدع فرصة تمر دون أن يوقع في شباكه واحدة من تلك النساء الجميلات اللواتي كن تأتين إلى محله لشراء ما طاب من العطر. كان ماهر يملك شقة في الطابق الأول من العمارة حيث يوجد محله التجاري، وقد حرص على أن يقيم سلما يوصل إلى الشقة. كان ذلك الممر السري في خلفية المتجر، حيث كانت توجد أدوات صناعة العطر وتعبئته، وكان كلما ظفر بواحدة من تلك الحسناوات دعاها إلى لحظات حميمية تبدأ في خلفية المتجر
وتنتهي في شقته في الطابق الأول من العمارة. كان الممر السري يغنيه عن فضول الجيران ويغنيهم في الآن نفسه عن كل إزعاج. درج ماهر على ذلك السلوك، ولم يعد التفكير في الزواج يحتل مكانا يذكر لديه. كانت الحسناوات من بنات الطبقة الراقية ومن الموظفات تتعاقبن على شقته، فلما التفكير في الزواج؟ كذلك كان يفكر. وقد ذاع في المدينة الصيت الشاب بائع العطور، وصارت بنات كثيرات تحلمن بالظفر به حبيبا وزوجا، وصارت أخريات تخططن للحصول على أكبر قدر من العطر ومن المال الذي لديها. لم تكن عايدة الرايق ذات 26 عاما من بنات الطبقة الراقية، ولكنها كانت ذات جمال فتان. وقد علمت من إحدى صديقاتها بماهر بائع العطور وغرامياته وسعيه إلى اكتساب عشيقات من بين الحسناوات. قررت عايدة الرايق أن تلقي بشباكها علها تظفر بماهر. كانت تعلم أنه لا يفكر في الزواج، ولذلك فإنها سعت إلى أن تجعله يتخذها عشيقة حتى يتسنى لها أن تحصل منه على أكبر قدر من المال. يوم قررت الذهاب إلى متجر ماهر لبست أجمل ما لديها، وكانت حريصة على أن تكون ملابس تترك إلى مفاتنها منفذا. توقفت عند واجهة المحل تتأمل ما هو معروض، ولم تكن تلك غايتها، فقد اختارت الوقوف في نقطة تجعلها في مرمى نظر ماهر. ما أن رمقها التاجر الشاب حتى اندفع خارجا نحوها. كانت تعلو وجهه ابتسامة عريضة، وبصوت اعتراه نوع من الخفوت رحب بها ودعاها إلى الداخل. تبسمت وهي تعلم أنها أصابته في مقتل، وصارت موقنة بأن الطريدة في متناول اليد. لم يكن ما يدور بخلد ماهر يختلف كثيرا، فابتسامتها واستجابتها للدعوة تعني له أن الفريسة وقعت في الشرك. دخلت الشابة الجميلة تتمايل في دلع، نظرت إلى عينيه وطلبت منه أن يقدم لها أجود ما لديه من عطور. أسرع بإخراج زجاجة عطر من قمطره، بدا وكأنه كان ينتظر طلب الزبونة الجديدة. لم يكن يتمالك نفسه، لنقل إنه كاد يفقد السيطرة على أحاسيسه. قال لها وهو يقدم لها زجاجة العطر إنها أول امرأة ستحظى بذاك العطر الذي قال عنه إنه نادر. لم يعد يتحكم في أحاسيسه لما نظرت إليه الحسناء قبل أن تمتد يدها إلى الزجاجة. قال لها لا توجد على وجه الأرض امرأة أحق منها بذاك العطر النادر. رأت عايدة أن الرجل الشاب قد افتتح موسم الصيد بكلماته الشاعرية تلك، وقررت أن تلعب ظاهرا دور الطريدة، ولكنها قررت أن لا تكون طريدة سهلة المنال. كان ماهر من خلال حديثه يبدو مستعجلا، وقد مضى إلى دعوتها لعشاء في أحد أفخم مطاعم الرباط، ولكنها بعد أن أوحت إليه بإشاراتها وتلميحاتها أنها وقعت في حبه اعتذرت له وقالت إنها على موعد مع خطيبها، ولكنها مع ذلك ستفكر في الأمر. فتحت حقيبتها اليدوية وأخرجت حزمة من الأوراق النقدية من فئة 200 درهم لتدفع ثمن العطر، ولكن ماهر أصر على رفض الثمن. وضع زجاجة العطر الأنيقة في علبة تضاهيها أناقة وسلمها إلى الحسناء التي أخذت عقله. طلب منها رقم هاتفها، أعطته إياه، ثم خرجت من المتجر. لم تلتفت وظل هو يراقبها حتى اختفت. بات ماهر المخنطر يفكر في تلك التي فتنته. كان كل تفكيره منصبا على الكيفية التي تعجل بإسقاطها في شركه. في الغد كان أول ما قام به أن اتصل بذلك الرقم الهاتفي الذي أعطته إياه. كانت عايدة موقنة أنه سيحاول الاتصال بها، ولذلك تركت الهاتف يرن ولم تجب. كان الوقت ضحى، وقال في نفسه ربما هي نائمة. أرجأ الاتصال إلى ما بعد الظهر.
وبينما هو يتناول فطوره رن هاتفه. ظهر على الشاشة رقم هاتفها. تسارعت دقات قلبه. كانت المتحدثة امرأة أخرى، قالت إنها السكرتيرة الخاصة للسيدة عايدة. أبلغته أنها نائمة وطلبت منه اسمه لتدرجه في سجل المكالمات للاتصال به لاحقا. كانت عايدة حتى تكون خطتها محبوكة قد استعانت بإحدى صديقاتها لتزعم أنها السكرتيرة الخاصة. ظن ماهر أنه وقع هذه المرة على صيد ثمين، فالسيدة فضلا عن جمالها الفتان تبدو ذات جاه ومال. ظل ينتظر مكالمة منها طيلة النهار، ولما كاد اليأس يتمكن منها عاود الاتصال. بعد بضع رنات أجابت، وما أن سمع صوتها حتى سارع يبث إليها شكواه مما يجد. رأت عايدة أن الوقت قد حان للقيام بالخطوة التالية، ولذلك وافقت على دعوته للعشاء، فبادر بإبلاغها أنه سوف ينتظرها في واحد من أشهر المطاعم على الشاطئ. فكرت في أن تحصل منه في تلك الليلة على قدر من المال، وأن تختلق الأعذار لتفلت منها وتجعله يزداد توهجا وشوقا. خلال تلك الساعات التي سبقت اللقاء كان ماهر يستحضر في ذهنه كل الوسائل التي ستجعله يسيطر بالكامل على الطريدة. لما وصلت وقد جاءت على متن سيارة فاخرة اكترتها لتلك الأمسية، وجدته في انتظارها. كانت أنيقة متألقة جعلت أعناقا كثيرة تستدير إليها، وقد زاد ذلك ماهر انتشاء وافتخارا. طلب بائع العطور قنينة شامبانيا، ولكنها اعترضت وقالت إنها تفضل أن تترك الشامبانيا إلى وقت يختليان فيه ببعضهما. ولما بدأت الأطباق المحملة بما لذ وطاب تصل إلى مائدتهما رن هاتفها. كان المتحدث رجلا، قال لها إنه بحاجة إلى 20,000 درهم لإتمام المهمة التي أوكلتها إليها. ردت عليه بنبرة آمرة أن يأخذ المبلغ من خزانة مكتبها وأن لا يعود إلى إزعاجها مرة أخرى. أقفلت الهاتف ونظرت إلى ماهر وابتسمت. كان بائع العطر يظن أن المرأة الجميلة كانت بصدد إعطاء تعليماتها إلى أحد معاونيها، وكانت الخطة التي وضعتها عايدة تقتضي أن تتكون تلك القناعة لدى الرجل. ولكن الذي لم يكن ماهر يعلمه هو أن الرجل الذي اتصل إنما هو من معارف عايدة متواطئ معها. اعتذرت عايدة عن الإزعاج الذي تسببت فيه تلك المكالمة الهاتفية، وقبل أن تنتهي من كلامها رن هاتفها مرة أخرى، وقد تعمدت عايدة الضغط على زر مكبر الصوت، وبذلك صار ماهر يسمع كل الحوار. كان الرجل الذي اتصل يبلغ عايدة بأنه لم يتمكن من العثور على مفتاح الخزانة. تظاهرت بأنها محرجة، وقالت له إنها مضطرة للذهاب إلى المكتب لتسليم الرجل مبلغ 20,000 درهم لإتمام مهمة أوكلتها إليه. لم يكن ماهر يريدها أن تفلت منه تلك الليلة، ولذلك اقترح عليها أن يقرضها المبلغ. بعد تناولهما العشاء رافقته إلى أجدال. لما توقفت السيارة أمام متجره حسبت أنه سيفتح الباب، ولكنه قادها إلى باب العمارة ثم إلى الطابق الأول. حين كان يفتح باب الشقة تظاهرت بالتمنع والتردد، ولكنها دخلت في النهاية. في غرفة النوم إلى حيث تبعتها فتح ماهر صندوقا حديديا بالقرب من الفراش، كانت به رزم كثيرة من الأوراق النقدية. تظاهرت المرأة بأنها لم تر شيئا. أخرج 20,000 درهم وسلمها إليها. قالت له إنها ستدفع له شيكا بالمبلغ، وعلى الفور اتصلت بالرجل، قالت له أن ينتظرها في المكتب وستأتيه بالمال المطلوب. استسلمت لماهر وقادها إلى الفراش. كان يظن أنها ستكون له في تلك الليلة، ولكن هاتفها رن من جديد.
أخبرها المتصل بأن والدها قد عاد فجأة من السفر وسأل عنها، فقال له إنها في ضيافة إحدى صديقاتها وسوف تعود بعد وقت قصير. ارتدت ملابسها ووعدته بأنها ستكون له في أقرب فرصة، ثم غادرت الشقة. كانت تنتظرها سيارة في باب العمارة. بعد أن ذهبت تذكر ماهر أنها لم تسلمه الشيك في مقابل 20,000 درهم. قال في نفسه إنه سيجعله مقابلا للقاءات قادمة. مر يومان ولم تتصل الجميلة بماهر، وفي اليوم الثالث فاجأته بقدومها إلى المتجر. كان بصدد إعداد عطر لإحدى السيدات، كانت أنيقة مرة أخرى. أخبرته بأنها كانت مرة بحي أجدال فجاءت تسأل عنه. دعاها إلى الشقة ولكنها اعتذرت له بلطف. قالت إنها تعده بليلة لن ينساها، ولكنها تشترط أن تكون هي التي تعد العشاء. كان الموعد آخر الأسبوع بعد يومين. حسبهما ماهر دهرا. مساء ذلك السبت جاءت تحمل مقبلات أعدتها في البيت. كان ماهر قد أغلق المتجر. وجدته في انتظارها في الشقة. بعد ساعة ونصف كان كل شيء جاهزا. كانت المائدة مزدانة بأشهى الأطباق. وضع ماهر قنينة الشامبانيا على المائدة. أطفأ الأنوار وعوضها بشموع ملونة. كانت عايدة قد أحضرت منوما قويا تنوي وضعه في كأس ماهر، وقد استغلت لحظة غفلة ودست المنوم في كأس الشامبانيا. كان الذي باعها ذلك المنوم قد أبلغها بأنه يؤتي مفعوله بعد نصف ساعة. شربا الكأسين الأولين ثم آخرين. لم يكن يظهر أي تأثير على ماهر. مرت ساعتان. لما آويا إلى الفراش تثاقلت حركاته وخارت قواه ثم نام. نهضت عايدة، أخرجت المفتاح من درج طاولة بجوار الفراش، فتحت الخزانة ووضعت ما كان فيها من مال في كيس. ارتدت ملابسها وخرجت من الشقة. لما وصلت باب العمارة وجدتها مغلقة. عادت إلى الشقة. تذكرت أن ماهر كان يفتح الباب من المتجر. نزلت إلى المتجر. أنارته. كانت تبحث عن الزر، ولم تكن قد انتبهت إلى أنها كانت تظهر من الشارع. لمحها الحارس الليلي فاتصل بالشرطة. أخيرا اهتدت إلى الزر. صعدت السلم، مرت بالشقة، ثم نزلت إلى باب العمارة. هذه المرة انفتح الباب، ولكن لتجد في انتظارها سيارة الشرطة. دخل الشقة مفتش أمن واكتشف ماهر عاريا في فراشه وقد فقد الوعي. أحضرت سيارة إسعاف ونقلته إلى المستشفى، حيث تبين للأطباء أنه تناول منوما قوي المفعول. اكتشفت رزم الأوراق النقدية في حقيبة عايدة، ولكنها ادعت أنها حصلت عليها من ماهر المخنتر في مقابل معاملة تجارية. لما أفاق التاجر من غيبوبته أبلغ بالذي حدث. فكر في سمعة محله وأقر للمحققين بأن عايدة الرايق لم تسرقه، وإن المال الذي اكتشف بحوزتها حصلت عليه من معاملة تجارية معه. أخلي سبيل عايدة وأغلق الملف. وما أن تعافى ماهر حتى بادر إلى خطبة شابة من إحدى العائلات المحافظة. كان الشرط الوحيد الذي طرحته أن تتولى هي أمر النساء من الزبناء، وأن يتفرغ هو للرجال. بائع الغنم. باقتراب عيد الأضحى للعام 98-900 تم الترويج لشائعة مؤداها أن العرض من الأغنام والماعز قد لا يكفي للاستجابة للطلب. كان من نتائج تلك الشائعة أن كثيرين من بين المتدخلين في تزويد الأسواق بأضاحي العيد استعدوا لمناسبة توقعوا أن تدر عليهم أرباحا هامة. كان الحاج عبد الهادي الحاير من أبي الجعد في جملة الكسابة مربي الماشية الذين رأوا في تلك التوقعات الخاصة بأسواق الكبش فرصة لتحقيق أرباح قد لا تتاح لهم مرة أخرى. كان الحاج عبد الهادي يملك قطيعا من 1000 رأس من الخراف من فصيلة السردي. لا أحد يجهل الإقبال الذي يعرفه هذا الصنف من الخرفان، خاصة في أسواق الرباط والدار البيضاء.
شهرا قبل عيد الأضحى انتقل الحاج عبد الهادي الحاير إلى سوق السبت الذي يقع على الطريق من الدار البيضاء إلى بن سليمان، وهو السوق الذي يزود معظم جهات الدار البيضاء. لتنقله الهام هذا وظف الحاج عبد الهادي سائقا لشاحنته أوكل إليه مهمة نقل الأغلام من اسطبل اكتراه في أطراف الدار البيضاء إلى السوق، كما استخدم معه 3 من أعوانه من أبي الجعد. وضع الحاج عبد الهادي استراتيجية للتعامل مع السوق، كان يقوم في كل مرة بنقل 100 خروف إلى السوق، حتى إذا ما باعها استخدم عددا مماثلا. كان الإقبال كبيرا على بضاعته، وكان يضع كل ما يقبضه من ثمن في محفظة جلدية يعلقها على خاصرته. ذات مرة وبلغة الناصح الأمين نبهه السائق ويدعى رضا المنصور إلى خطر التعرض للسرقة، وقال له إن الأفضل أن يودع ما يحصل عليه من مال في حسابه البنكي عبر واحدة من تلك الوكالات غير بعيد من السوق. ولكن الحاج عبد الهادي لم يولي أدنى أهمية لنصيحة السائق، وظل كل مساء بعد أن يعود من السوق يأوي إلى غرفة ملحقة بالإسطبل. كان يتخذ من تلك الحقيبة الجلدية التقليدية وسادة. بالنسبة إليه فإن تلك هي الطريقة المثلى للإحساس عند أي محاولة يقوم بها أي كان للاستيلاء على المحفظة. كذلك كان يظن، ولعله كان محقا فيما كان يظنه. وكما توقعه تأسيسا على تلك الشائعات التي سبقت موسم بيع أضاحي العيد، فقد عرفت الأسعار ارتفاعا في الأسبوع الأخير قبل يوم العيد، وازدادت مداخيل الحاج عبد الهادي، وقد تمكن في يوم واحد من بيع أكثر من 100 خروف. وعلى بعد يومين من العيد لم يبق مما استقدمه من خرفان من أبي الجعد سوى نحو 300 رأس. كان الكساب منتشيا بما حققه في تلك الأيام، وقرر ألا يعرض ما بقي لديه من أغنام سوى بعد أن تستقر الأسعار. كان يعلم بخبرته وتجربته أن الطلب يزداد في اليوم الأخير الذي يسبق يوم العيد، فكثير من الناس لا يجدون مكانا للخروف في شققهم ويفضلون التسوق في الساعات الأخيرة. ليلة 7 إلى 8 من ذي الحجة آوى الحاج كعادته إلى تلك الغرفة الملحقة بالإسطبل. كان قد قرر أن يحمل في الغد كل ما بقي لديه من خرفان إلى السوق، وأن يبيعها وإن بأثمان تقل عما قبضه في الأيام السابقة. وبينما أغرق في النوم أحس بشيء بارد يلمس رقبته. لما فتح عينيه على ضوء القمر المتسلل من النافذة الوحيدة تبين شخصا ملثما يحمل سكينا كبيرة يضعها بمحاذاة رقبته. كان يشير إليه بيده الأخرى ألا يغامر بالصراخ. أخذ الشخص الملثم المحفظة الجلدية. كان الحاج عبد الهادي يظن أنه سيستطيع الصراخ ما أن يبتعد عنه اللص، ولكن الملثم قبل أن ينهض هوى على رأسه بضربة بعصا غليظة ثم انطلق مسرعا. تماسك الحاج عبد الهادي وصاح مستغيثا. هب أعوانه 3 ومعهم السائق، كان يطلب منهم أن يلحقوا بالسارق، ولكنهم لم يدركوه ولم يعثروا له على أثر، وكأنه جني تسلل إلى العالم اللامرئي. توجه الحاج عبد الهادي إلى أقرب مركز للشرطة، نقله إلى هناك سائقه رضا المنصور على متن الشاحنة، ومن مقر مركز الشرطة تم نقله إلى المستشفى لعلاج الجرح الذي أصيب به في رأسه وإجراء كل الفحوص التي تتطلبها حالته، بينما انتقل إلى مقر إقامته العميد محمد البوداري رئيس فرقة محاربة العصابات، حيث قام رفقة عدد من مساعديه بمسح للمكان. لم يتم اكتشاف ما يقود إلى المعتدي، وبذلك انتهت عملية المعاينة. طلب من الأربعة الأعوان 3 الذين رافقوا الحاج من أبي الجعد والسائق أن يلتحقوا بالمفوضية لتسجيل أقوالهم في محاضر قانونية.
تناوب على الاستماع إلى الأربعة كل أفراد فرقة محاربة العصابات. كانت منسجمة أقوال الأعوان الثلاثة والسائق، إذ أجمعوا على أنهم كانوا نائمين لحظة تعرض الحاج للاعتداء، وأنهم لم يشعروا بتسلل السارق ولا بخروجه من الإسطبل إلا بعد أن صاح الحاج مستغيثا. تم أخذ بصمات الرجال الأربعة الذين أكدوا في أقوالهم أن لا سوابق لهم. مساء ذلك اليوم توجه العميد البوداري إلى المستشفى، حيث وجد الحاج عبد الهادي وقد تلقى العلاج الضروري، وأجريت له الفحوص الضرورية التي أكدت أنه ليس بحاجة للبقاء في المستشفى. كان العميد بحاجة إلى الاستماع بتفصيل إلى الضحية، ولذلك اصطحبه إلى مقر المفوضية. صرح الحاج عبد الهادي بأن المبلغ الذي كان في حقيبته الجلدية يفوق 54 مليون سنتيم. قال أسفا إنه لم ينصت إلى نصيحة السائق الذي حذره من التعرض للسرقة. قال إنه ألح عليه أن يودع ما توفر معه من مال إحدى الوكالات البنكية المنتشرة في المنطقة. استوقف اهتمام العميد البوداري إلحاح السائق على مشغله أن يودع المال في وكالة بنكية، فقد يكون ذلك الإلحاح وذاك الإسراف في النصح خير وسيلة لإبعاد الشبهة. وبينما كان العميد يواصل الاستماع للحاج عبد الهادي، جاءه أحد مساعديه بسجلات الأشخاص الأربعة المرافقين للحاج. لم تكن للثلاثة الذين جاء بهم من أبي الجعد سوابق، وقد صدقوا فيما أدلوا به من أقوال، بينما تبين كذب السائق رضا المنصور الذي قضى عقوبة بالسجن 5 سنوات في أكادير قبل أقل من 4 أعوام من أجل السرقة باستعمال العنف. رافق العميد الحاج عبد الهادي إلى الإسطبل حيث يقيم. كان السائق في انتظاره هناك. طلب منه الحاج أن ينقل ما بقي من رؤوس أغنام إلى السوق وبيعها، عل دخلها يكفي لدفع ما ترتب عليه من صوائر ومنها أجور العمال. قال السائق إنه على استعداد للتخلي عن أجره وأن ينتظر إلى أن تتحسن الأحوال. كان في موقف الرجل ما يسترعي الانتباه مرة أخرى. يوما قبل العيد تقرر إخلاء سبيل الأربعة، ولكن أقيمت حولهم مراقبة لصيقة. أوكل الأمر إلى عدد من المفتشين من غير المتزوجين. كانت التعليمات تطلب التركيز على السائق. كان المحققون يظنون أنه من قد يكون أعطى السارق معلومات حول الضحية وحول ما يحمله معه من مال. مساء ذلك اليوم ساق رضا الشاحنة وعلى متنها الحاج وأعوانه 3 إلى أبي الجعد، وعاد في تلك الليلة إلى الدار البيضاء على متن حافلة للمسافرين. لما نزل في المحطة كان ينتظره أحدهم على متن سيارة. ركب وتوجه إلى منزل في حي بأطراف الدار البيضاء. كان مفتش للشرطة يتبع أثرهم على متن سيارة مموهة. دخل الرجلان منزلا، وبعد أقل من ساعة خرج السائق رضا يحمل كيسا بلاستيكيا. أخذ سيارة أجرة وتوجه إلى المحطة الطرقية. كانت الساعة تقترب من 4 صبحا حين أطبق عليه رجال الشرطة. كان في الكيس الذي يحمله مبلغ 25 مليون سنتيم. لما نقل إلى المفوضية وقد أيقن أن لا سبيل له لتبرير مصدر المال الذي ضبط بحوزته، اعترف بأنه من دبر عملية السرقة التي تعرض لها الحاج عبد الهادي الحاير. قال إنه اتصل بشخص تعرف إليه في السجن، وكان من قام بالاعتداء على الحاج والسطو على المحفظة الجلدية. أبلغت النيابة العامة بالتفاصيل، وصدر الأمر بالقبض على شريك رضا. تم اقتحام منزله في صبح العيد، وبحضوره تمت عملية التفتيش التي كللت باكتشاف كيس به أكثر من 28 مليون سنتيم وقد أخفي تحت السرير. تم تقديم اللصين أمام نائب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف في ثاني أيام العيد من أجل السرقة باستعمال العنف والمشاركة، بينما تم إرسال برقية إلى الحاج عبد الهادي الذي طلب منه الحضور لاسترجاع ماله الذي سرق منه. الشاهد: انعقد بالدار البيضاء في سبتمبر من العام 10 و2000 مؤتمر طبي
شارك فيه أساتذة وأطباء من تخصصات مختلفة. وقد وضع هذا المؤتمر تحت شعار السعي إلى تحسين الخدمات الطبية التي تقدم للمواطنين. كان من بين المشاركين في المؤتمر مجموعة من الأطباء المحلفين المعتمدين لدى المحاكم، وقد رأوا في انعقاد المؤتمر بالدار البيضاء مناسبة لتباحث أمور قطاعهم والدفع باتجاه تأسيس هيئة خاصة بالأطباء المحلفين المعتمدين لدى المحاكم. المؤتمرات كهذا الذي انعقد بالدار البيضاء تكون مناسبة يلتقي فيها ويتعارف زملاء المهنة من مختلف جهات المملكة. وهكذا تعرف الدكتور أحمد المنور المتخصص في طب العيون بمكناس إلى الدكتور عبد السلام العارف، وهو أيضا متخصص في أمراض العيون له عيادة بفاس، وكلاهما طبيب محلف معتمد لدى المحاكم. وبينما كان الطبيبان يتبادلان الآراء حول بعض القضايا التي تهم اختصاصهما، طلب الدكتور العارف من زميله المنور رأيه في ملف معروض عليه للخبرة وتقدير التعويض الذي يتعين صرفه لضحية حادثة سير أصابه عور في إحدى عينيه. لما اطلع الدكتور المنور على الملف لفت انتباهه تطابق في الاسم وأيضا في نوع الإصابة مع ملف ضحية حادثة سير معروض عليه، ولذلك توعد الطبيبان على اللقاء بعد أيام في مكناس في عيادة الدكتور أحمد المنور. في اليوم المحدد حضر الدكتور العارف من فاس إلى مكناس إلى عيادة زميله أحمد المنور. فحص الخبيران الملفين المعروضين عليهما من شركتي تأمين مختلفتين، فتبين لهما بالحجة والبرهان أن الضحية في الحالتين هو نفسه ويدعى رضوان المعطاوي. وقد جاء في محضري الشرطة وأثبتته الشواهد الطبية أن الرجل أصيب بعور في عينه اليسرى، سواء حين تعرضه لحادثة سير وقعت في مكناس في 5 نوفمبر من العام 2009 أو في حادثة سير أخرى كان ضحيتها يوم 8 يناير من العام 10 في فاس هذه المرة. كم هي غريبة هذه الصدفة، رجل يتعرض لحادثتي سير في مكانين مختلفين وفي زمانين متباعدين ويصاب في نفس المكان بالعاهة نفسها، شيء يدعو إلى الاستغراب، وأكثر من الاستغراب الريبة والشك. افترق الطبيبان وقد قرر كل منهما أن يراسل في الموضوع شركة التأمين التي وكلته. كانت النتيجة أن شركتي التأمين قررت التحرك معا ونبذ سياسة التنافس بينهما، فتقدمتا بشكاية إلى النيابة العامة. لقد استنتجتا أنهما ضحية عملية نصب وتزوير تمت ربما بتواطؤ من عدة أطراف تنتمي إلى جهات متعددة. كانت التعليمات التي توصل بها رئيس المصلحة الولائية للأمن بالدار البيضاء من وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية تقضي بإجراء بحث في الموضوع والاستماع إلى ممثلي شركتي التأمين. وقد حضر كل من المندوبين يحملان ملفين يتضمنان كل الوثائق والمعطيات. كان في جملة الوثائق التي تضمنها الملفان نسخة من محضر حرره عميد للشرطة بمكناس وآخر حرره ضابط ممتاز من فاس. صار يتعين الآن الانتقال إلى فاس ومكناس إلى مقري الأمن بالمدينتين للاطلاع على الملفين الخاصين بحادثتي السير اللتين تعرض لهما السيد رضوان المعطاوي. في مكناس أفضى البحث إلى أن الذي حرر محضر حادثة السير التي وقعت في 5 نوفمبر من العام 2009 هو عميد الشرطة محمد البهلول، الذي وجه في شأنها مسطرة إلى النيابة العامة تؤكد إصابة المدعو رضوان المعطاوي بعور في عينه اليسرى. تم استجواب كل المتداخلين في شأن تلك الحادثة، ولم يجد الباحثون ما يثير الشبهة أو يوحي بحدوث تزوير ما يمكن أن ينسب إلى عميد الشرطة. انتقل الباحثون إلى فاس، حيث كان الضابط الممتاز الصديق أهراوة من حرر محضر حادثة السير التي وقعت في 8 يناير من العام 10 والتي كان ضحيتها أيضا المدعو رضوان المعطاوي، الذي حسب المسطرة التي بعث بها الضابط الممتاز إلى النيابة العامة أصيب بعور في عينه اليسرى.
تسنى للباحثين الوقوف على الحقيقة المريبة، وأيقنوا أن رضوان المعطاوي الذي أصيب في حادثة السير بمكناس بعور في عينه اليسرى هو رضوان المعطاوي نفسه الذي أصيب في حادثة سير في فاس 2 و3 أيام بعد ذلك بعور مرة أخرى في نفس عينه اليسرى. في فاس أيضا استجوب الباحثون كل الذين تدخلوا في شأن حادثة السير التي وقعت ذاك 8 يناير، وخلصوا إلى أنه لا يوجد ما يثير شبهة أو يدفع إلى الاعتقاد بحدوث تزوير. عاد الضابط الموكول إليه التحري حول الحادثتين إلى الدار البيضاء، حيث وافى وكيل الملك بما أفضت إليه التحريات. إذ ذاك أمر الوكيل بمواصلة البحث لإخراج كل جوانب هذا الملف إلى دائرة الضوء. أسند الملف إلى العميد الممتاز سليمان بوعزاوي، الذي ما أن اطلع على ملفي حادثتي السير حتى خرج بملاحظة لا تخلو من أهمية. فالشاهد في حادثة السير التي وقعت بمكناس هو نفسه الشاهد في حادثة السير التي وقعت في فاس. صار الآن لدى المحققين أكثر من دافع للشك، ويتعين إحضار الشاهد للاستماع إليه. اسمه علي المرهون. تمكن العميد الممتاز بوعزاوي من أن يلاحظ أيضا أن الشاهد علي المرهون أدلى للشرطة في مكناس بعنوان مختلف عن العنوان الذي أدلى به للشرطة في فاس، بيد أن جذاذة بطاقة تعريفه الوطنية المحفوظة في الرباط تفيد بأنه يسكن في عنوان آخر في الدار البيضاء. في العنوان الأخير كان يقيم. تم استدعاؤه إلى مقر ولاية أمن الدار البيضاء، حيث استجوب في شأن حادثتي السير، حيث هو الشاهد. أنكر الرجل بشدة أن يكون أدلى بأي شهادة في أي حادثة سير، وقد عقد إنكاره البحث وعرقله، واضطر العميد الممتاز سليمان بوعزاوي إلى الانتقال معه إلى المحكمتين الابتدائيتين بفاس ومكناس، حيث عرض عليه المحضران اللذان حملا توقيعه. وكان العميد أثناء تحرياته قد توصل إلى وثائق رسمية تثبت أن الشاهد علي المرهون تعرض للطرد من عمله في إحدى شركات التأمين بعد تورطه في عمليات تزوير. أيقن الرجل ألا مفر له من الاعتراف. قال إنه يقود عصابة متخصصة في مثل أعمال التزوير التي يجسدها محضر حادثتي السير بمكناس وفاس. قال إنه انتقاما لطرده من عمله كان يتولى التخطيط للنصب على شركات التأمين، يسخر في ذلك الخبرة التي راكمها خلال سنوات عمله موظفا بواحدة من تلك الشركات. فصل علي المرهون للمحققين كيف كان يبحث عن الضحايا الوهميين من بين ذوي العاهات أو الذين تعرضوا لإصابات في حوادث مختلفة. كان يقنعهم بالدخول معه في اللعبة لقاء بعض المال. أفضى المرهون للمحققين أيضا بأنه كان كلما أقنع شخصا بلعب دور الضحية يبحث عن صاحب سيارة يشاركه اللعبة. يتم تحديد موعد لافتعال الحادثة، عادة ما يتم ذلك في مكان يخلو من المرة. يتم إبلاغ شرطة النجدة بينما يطلب من الضحية الوهمية الانسحاب من المشهد. حين يحضر رجل الأمن للقيام بالمعاينة يكون علي المرهون الشاهد الوحيد، يدلي بأقواله ويقول إن الضحية نقل بوسائله الخاصة إلى إحدى المصحات الخاصة. بعد أيام يأتي الضحية رضا العطاوي في حالتي فاس ومكناس إلى مفوضية الشرطة، ويتقدم لدى قسم حوادث السير وعينه اليسرى مغطاة بضمادة ناصعة البياض. يسجل شكاية ويعد بأنه سيلحق بها شهادة طبية تثبت ما أصابه في الحادثة. حين ينتهي دور الضحية يقوم علي المرهون بدور الوسيط بين الضحية وشركة التأمين، يدفع باتجاه التوصل إلى تسوية ودية، حيث يكون التعويض الممنوح للضحية أقل مما يتوقع أن تحكم به المحكمة. وسعى المحققون دائرة البحث إلى الأطباء الذين وقعوا الشواهد الطبية التي تثبت الإصابة وتحدد العجز، وتبين أن تهاونهم في تدقيق المعاينة كان وراء سقوطهم في شباك علي المرهون شاهد الزور. الزبون الأخير.
كان محمود الرغوي وهو في 50 من العمر قد أمضى أكثر من 20 عاما سائق تاكسي صغير بمدينة فاس. كان رجلا من سكان حي عين قادوس، رجل محترم في الحي، ولم يعرف مساره الحرفي أي مشاكل تذكر، يشهد بذلك خلو سجله لدى شرطة مراقبة سيارات الأجرة من كل شكاية ضده. كثيرا ما كان الرجل وهو أب لطفلين يبدأ العمل بعيد صلاة الصبح، وقد تعود جيرانه من سكان عين قادوس على رؤيته وهو يركن سيارته قرب المسجد يصلي المغرب ثم يتوجه إلى بيته. الذين يعرفونه عن قرب يعلمون أن الرجل حدد لنفسه هدفا أساسا، أن يعمل كل ما يستطيع من أجل توفير الظروف الملائمة لولديه لمتابعة دراستهما. كان يرى أن ذلك خير استثمار يقوم به. من حيث إيقاعها العام لم تكن الأيام تختلف بالنسبة لمحمود الرغوي، ولكن ذلك 13 من يوليوز من العام 11 و2000 كان يوما مختلفا بكل المعايير والمقاييس. مساء ذلك اليوم قرر أن يواصل العمل حتى حدود منتصف الليل. حرارة الصيف في فاس تجعل الحركة تنتقل إلى ساعات المساء والليل. في حدود 22:30 ليلا كان يمر بحي أطلس يقل زبونا، ثم فجأة في مكان الإنارة العمومية به خافتة جدا لوحت له امرأة كانت تحمل في يدها حقيبة. سأل زبونه إن كان لا يمانع في إركاب المرأة، ولما لم يعترض الرجل إذ كان قريبا من وجهته توقف محمود. ركبت المرأة وأدخلت معها إلى المقصورة ما بدا له حقيبة. قالت إنها تريد إلى محطة القطار في دارد بيبغ. بعد نحو 100 متر طلب الزبون من سائق التاكسي أن ينزله، دفع له أجرته، ثم انطلقت السيارة في اتجاه محطة القطار. لاحظ محمود وهو يقترب من المحطة ازدحاما، تقدم ببطء، ثم لما كان بمحاذاة باب المحطة دفعت له المرأة أجرته ونزلت مسرعة ثم ذابت في الزحام. كانت الساعة تقترب من 11 ليلا. فكر محمود في العودة إلى البيت، ولما كان يركن سيارته في الموقف عند الحارس الليلي سمع صراخ طفل يأتي من الكرسي الخلفي للسيارة. نزل وفتح الباب الخلفي. على الأرضية وراء كرسي السائق اكتشف تلك الحقيبة التي لمحها بيد المرأة لما استوقفته في حي أطلس. كان في الحقيبة رضيع. لما نظر إليه قدر أن يكون ولد في يومه ذاك وعلى أبعد تقدير قبل يومين. وقف محمود حائرا، ما الذي سيفعله؟ هل سيتوجه بالرضيع إلى مركز الشرطة؟ إذا فعل فقد يمضي ما بقي من الليل وحتى الصباح بين سين وجيم. هل يحمله إلى دار الأطفال المتخلى عنهم؟ رأى أنه إذا فعل فسيكون عليه أن يدلي بهويته، وسوف لن يختلف الأمر عما إذا حمل الرضيع إلى مركز الشرطة. لم يبقى أمام الرجل سوى حل وحيد، أن يحمله معه إلى البيت، فربما عادت المرأة لتبحث عنه. كان ينوي أن يتدارس مع زوجته إمكانية اتخاذه ولدا. لما وصل إلى البيت عاينت زوجته المولود، ثم بعد أن كشفت عنه تبين لها أنها أنثى. لما قالت لمحمود إنها أنثى لم يخفي الرجل فرحته، اقترح تبنيها وذكر زوجته التي لم ترزق سوى ذكرين بأمنيتها في أن تكون لها بنت. كان يتوقع أن امرأته ستفرح بالعرض، ولكنها اشتعلت غضبا فجأة، راحت تتهمه بما لم يكن يخطر له على بال. قالت وهي تصرخ في وجهه إن الطفلة له وولدت له من عشيقة. كان صراخها ممزوجا بشتائم شتى. في تلك الليلة لم يذق طعم النوم، ظلت تنتحب وتشتم. ثم رفع آذان صلاة الصبح في المسجد المجاور. نهض محمود من متكئه، توضأ وخرج إلى المسجد. دعا الله أن يفرج كربته وأن يظهر براءته مما تتهمه به امرأته. كان يدعو الله أن تعود تلك المرأة التي تخلت عن رضيعها ومضت إلى حيث لا يعلم، وأن يجدها في مكتب التاكسيات، أو أن يلين الله قلب زوجته فتقبل بتبني تلك الرضيعة التي لا يجب أن تدفع ثمن جريرة لم تقترفها.
عاد من المسجد بعد صلاة الصبح. كانت زوجته منتصبة في الصالون، وقد عادت تستنطقه استنطاقا عسيرا حول من هي أم الرضيعة، تلك التي خلا قلبها من الرحمة ومن الأمومة، فتركت فلذة كبدها واختفت. بدا لمحمود أن يقترح على زوجته حلا، ظن أنه سيخرسها وسيكف عنه اتهاماتها. اقترح عليها أن يعمد إلى تحليل مخبري لعينة من دمه وعينة من دم الرضيعة حتى يثبت لها أنها ليست له. في الحقيقة فاجأه أن زوجته وافقت، وقالت له أن يمضي على الفور إلى المختبر. لم يكن لديه مجال للتراجع أو التسويف. حمل الرضيعة وجاءت زوجته تتبعه إلى موقف السيارات. ركبت في الكرسي الخلفي حتى تؤكد له أنها ما زالت غاضبة. وضع الرضيعة على الأرضية في المكان المجاور للسائق. بعد دقائق كانوا في طليعة زبناء المختبر. أخذت عينة الدم، ولكنهما أخبر أن نتائج التحليل لن تعرف إلا بعد 3 أيام. كان محمود موقنا تماما أن نتائج التحليلات المخبرية ستثبت براءته، ولذلك وهما في طريق العودة إلى البيت طلب من زوجته أن تكف عن كل حديث في شأن الرضيعة وأن تتولى إطعامها لوجه الله. كان نوعا من وقف إطلاق النار تمكن محمود من إحرازه. يومها قرر أن ينام ما بقي من الصباح وأن لا يعمل إلا بعد صلاة الظهر. لما استيقظ وصلى الظهر ركب سيارته ومضى إلى مكتب التاكسيات للتسجيل. وبينما هو متوجه إلى المكتب لمح امرأة تراقبه، بدت له تشبه تلك التي تركت الرضيعة في سيارته، ولكنه لم يجرؤ على الحديث إليها. ولما أتم إجراءات التسجيل غادر. في اليوم التالي رأى المرأة ذاتها تراقبه بينما كان يركن سيارته أمام مسجد التجمعة. دخل المسجد لصلاة العصر، ولما خرج وبينما كان يهم بامتطاء سيارته اقتربت منه المرأة الشابة. ركبت، ولما تحركت السيارة طلبت منه أن يأخذها إلى حيث توجد مولودتها، تلك التي خلفتها في سيارته قبل يومين. نظر في المرآة، كانت المرأة تبدو محرجة، احمرت وجنتاها وبدأت تدمع مقلتاها. بعد مسافة توقف محمود في ظل شجرة على جانب الطريق. استدار إليها، وبعد لحظات أمعن خلالها إليها النظر قال لها أن تحكي له قصتها. ما حدث لها حدث لشابات كثيرات قبلها، وقد يحدث لأخريات. تعرفت إلى شاب وتعلقت به، وبدا هو أيضا متعلقا بها، ثم في يوم من الأيام استسلمت له. ولما أيقنت أنها حامل رجته أن يعجل بتسوية الوضع وأن يعقد قرانه عليها، ولكنه رفض. كانت الفتاة تخشى الفضيحة. توجهت إلى صفرو حيث آوتها إحدى قريباتها إلى أن وضعت حملها. قالت له إنها وضعت يوما قبل أن تتخلى عن وليدتها في سيارته. كانت تريد أن تغادر بعيدا عن فاس وعن كل الوجوه التي تعرفها. كان محمود يصغي إليها في صمت. كان يعلم أن نتيجة التحليلات المخبرية ستظهر في الغد، ولذلك لم يكن يرغب في تسليم الرضيعة إلى أمها قبل أن يثبت لزوجته أنه بريء. طلب من المرأة الشابة وقد علم أن اسمها فريدة أن تعود إليه بعد 3 أيام. طمأنها بأن الرضيعة في بيته وأنها تحظى بالعناية اللازمة. رفضت فريدة أن تدله على مكان إقامتها، وسلمته رقم هاتفها وتواعد على اللقاء بعد 3 أيام. في الغد توجه محمود إلى مركز التحليلات الطبية. أبلغ بأن الرضيعة ليست من صلبه. كان الصيدلي قد علم بقصته، وحتى يؤكد له أن نتائج التحليلات جازمة قاطعة أضاف له بأنه في كل الأحوال لا يمكن أن ينجب لأنه عقيم. لم يستوعب محمود ما قاله الصيدلي. هل يعقل أن يكون عقيما وله ولدان؟ أحس بدوار وصداع شديد، ثم وقع على الأرض مغشيا عليه. لما أفاق
أكد له الصيدلي أنه موقن من صحة نتيجة التحليل. اقترح عليه تحليلا مضادا. مساء ذلك اليوم كانت النتيجة تؤكد أنه عقيم. اقتنع محمود بأن وراء الأمر خيانة، وأن زوجته تتخذ خليلا، وأنها حملت منه ونسبت إليه الولدين. في تلك الليلة سيناريوهات كثيرة دارت في ذهنه. فكر أولا في قتلها وقتل الولدين ثم الانتحار، ولكنه تراجع. استقر رأيه في الأخير على أن يختفي فجأة وأن لا يترك دليلا يقود إليه. اتصل بفريدة وحدد لها موعدا للقاء في مقهى معروف. لم تكن المرأة التائهة الحائرة تتوقع أن يخطبها ويعرض عليها اتخاذ رضيعتها ابنة له. لم يكن يريد النبش في من يكون عشيق زوجته الخائنة. كان يريد الرحيل بعد يومين، وبينما كانت زوجته في السوق جمع أغراضه ووثائقه وحمل الرضيعة، وترك رسالة للزوجة الخائنة ونسخة من نتائج التحليلات واختفى. توجه إلى منزل أسرة فريدة حيث أتم إجراءات الزواج واتخذ الرضيعة بنتا له. بعد 8 أشهر وكان قد استقر في قرية بالقرب من القصر الصغير، تم استدعاؤه إلى مقر الدرك. كانت زوجته تبحث عنه. رد بأنه يرفض رفضا باتا أن تعلم بمقر سكناه، وبذلك أغلق ملف مذكرة البحث، بالإشارة إلى أن المعني بالأمر يرفض كشف عنوانه ومكان وجوده.